عسلامة الناس الكل. حطينا اليوم اخترت باش نحكي حكاية تخوف صارت لي عام 2015 بالضبط، صافي توا 11 تقريب. دونك نوضح لكم الصورة شوية، معناها كيفاش بدات الحكاية. دونك أنا كنت نقرأ في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس، في ولاية صفاقس. دونك العباد اللي قرات الهندسه والمتخرجين مهندسين يعرفوا انه احنا نتعدوا معناها زوز مراحل. المرحله التحضيريه اللي هي عامين في معهد تحضيري، ومن بعد كان نعديو كونكور باش نلتحقوا بمدرسه من مدارس تكوين المهندسين. دونك انا عديت العامين الاولانيين، العام الاول نجحت الحمد لله. العام الثاني اللي هو نعديو فيه الكونكور مالوغوزمون انا ما نجحتش فيه. بي. كانت لي ديسيبسيون كبيره برشا نتاع كيفاش انا ما نجحتش العام هذاك والكل، وجي بري لا ديسيزيون اني نتاع انا مانيش باش العام اللي من بعده مانيش راجعه باش نعاود الكونكور ومانيش باش نعدي. فالعام اللي من بعده جاي، دونك العباد الكل رجعت تقرا، رجعوا معناتها جاي سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، وانا في دارنا وما تحركتش وما مشيتش نقرا وما رجعتش وماخذه لا ديسيزيون نتاع انا مانيش باش نرجع نقرا. لين دخلوا العائلة وفي شهر مارس تقريبا سي معناها العام مازال فيه شهرين، احنا تقريبا على الكونكور نعديو في جوان. دونك شهرين قرايه ومن بعد كان نبداو نحضروا للكونكور. دخلوا العائلة وقالوا لي لازمك ترجع تقرا ولازمك تعاود الكونكور والكل. باهي، المشكل اللي هنا انه كيف انا معناها انا من ولايه صفاقس، اما دارنا بعيده على وين نقرا، يعني تقريبا ساعه. فنلقى روحي انا دون لوبليغاسيون باش نلوج على دار للكرا والا فويي ولا عباد اللي قرات الغادي يعرفوا انه الزون هذيك في الوقت هذاك بريسك امبوسيبل انه تلقى الكرا في الوقت هذاك، وحتى كان لقيت راهو غالي برشا، وانا جافي با لي مويان باش نكري بالغالي ولا باش نتنقل كل يوم زيد. دونك فما شكون تدخل لي، معناها نعرفوا شكون تدخل لي وكل قال لي اسمعني راهو فما فويي إتاتيك، رغم اللي انا ما عادش عندي الحق في الفويي إتاتيك خاطر البنات عندهم عامين هكا. قال لي راه فما فويي إتاتيك في اول سكره طريق سكره في صفاقس مقابل الليسي سبورتيف بالضبط. راني مش نعطي البلاصه بالضبط، وان شاء الله العباد اللي باش تسمعني من بعد ما تبقاش خايفه منها البلاصه. دونك هو فويي قديم إتاتيك مقابل الليسي سبورتيف، مي يمكن بقى مسكر 5 سنين، وبالصدفة عامتها رجعوه خاطر يمكن دوموند برشا على لي فويي والطلبة برشا كثروا والكل. ما نعرفش أنا أصلا علاش كان مسكر، كان في انتروتيان صار فيه مشكل ما نعرفش شنو، وإلا هو كان بريفي والدولة كريتو. بغيف فما شكون دخلي وقال لي اسمعني يعني باش نبعثك لشكون وبرا امشي خذ بيت الغادي هاكا فيه بيوت والكل، واختار بيت وكين تحب مع بنات ولا وحدك معناه، وبرا امشي اسكن وارجع اقرا على روحك وحضر للكونكور وان شاء الله ربي معك. صار هكاكا. دونك مشيت دخلت الإدارة متاع الفويي هذايا وحدها معناها في طريق من طرقات صفاقس، طريق والله نسيت طريق شنو، يظهر لي في طريق تنيور، ولا الإدارة في طريق تنيور اللي هي بعيدة برشا، بعيدة كما نقولوا نعرفش أنا 10-15 كيلومتر على البلاصة الأخرى متاع وين موجود الفويي. مشيت خديت قالت لي المديرة عسلامة مرحبا كذا شنو اش تحب تاخو معناها بيت. قلت لها انا راني نقرا بريباراتوار وراني ديجا خلطت توا معناها ديجا نعاود في العام وباش نعاود الكونكور وماذا بيا ناخو بيت وحدي. قالت لي اوكي بنتي تاخو بيت وحدك، اما راهو بيت وحدك راهو في 5 ايتاج. قلت لها سون بروبليم انا ميسالش اعطيني بركه، انا مع متى حطيت في قلبي لازمني ننجح السنه.
دونك خديت هيك البيت وحدي وهزيت دبشي وكله ومشيت نقلت ليك الفويي. طلعت للسانكيم ايتاج نلقى كولوار كبير تقريب فيه 6 شنابر ولا 7 هكيكا، اما ما واش مقابلين بعضهم، يعني في جرة بعضهم هكا هو. دونك وهو اخر ايتاج، سانكيم ايتاج هو اخر ايتاج. دونك وكي تحل الشباك متاع البيت تلقى تراس كبيرة، سطح معناها تراس كبيرة، هذيك السطح متاع الفويي، والاخر هكا بيوت بجنب بعضهم هكا، ما فماش بيوت مقابلين بعض، عندها كلوار وحيط هذيك، والاخر بيوت بجنب بعضهم هكا. شفت انه البيوت كلها مسكرة. لين بعد تخرج لي بنية تقرا هي في فاك دي سيونس حاجه كيما هكا، قالت لي هيا اوريزمون خلطت عليا شكون، ماشي في بالي وحدي انا خديت بيت الهوني. قلت حتى انا قعدت مفجوعه نقول يا ربي ان شاء الله مانيش وحدي. قلت لها زعما ما البيوت هذوما فيهم حتى حد؟ قلت لها سيرمون راهو فما شكون خداهم، معناها ما فماش علاش يبقاو مسكرين والطلبه برشا ويلوجوا. بخيف رميت الصحبة عليك البنية هذيك، هي ديجا بيتها بجنب بيتي بالضبط. تعرفنا على بعضنا كذا. قعدنا كل ليلتين الاولانيين نطيبوا مع بعضنا، ناكلوا مع بعضنا الكل، ما سون بروبليم، فما حتى مشكل. اوكي البلاصه تخوف شويه نتاع الفايي، دونك اللي يعرف البلاصه هذيك جايه بجنب بويت، في الليل الظلام برشا. مقابلنا هذا الليسي سبورتيف، وما عندنا حتى علاقه بالعباد اللي تسكن لوطا، معناها الزوز معناها نكملوا القرايه ونروحوا نشدوا البيت نطيبوا بعضنا العشاء ومن بعد كل واحده تشد بيتها. اللي شد انتباهي وقتها انه ثم برشا حس تسمع في البيت متاع عبيد تغلي متاع قهوة في وسط قهوة، معناها عبيد تغلي تحكي برشا. المشكل اللي احنا لا بحثنا قهوة، لا بحثنا برشا عبيد اللي سي ديجا في الليل فارغ، ما فماش جيران بجنبنا، فوي وحده هكا، بعدين غابة صغيرة هكا، شجر كبير والكل واد هكا هو، والحس اللي تسمعه مش بتاع 1 ولا 2، تاع برشا عباد تغلي. وبالوقت بديت نستانس بالحس، مشي في بالي هيك معناها ما ركزتش معاه، نكذب والنسي انا نقول متاع البنات يمكن اللوطة في الفايي. بالكشي فما ديار قراب الهوني، بالكشي فما قهوة قريبة والحس يوصل. اما الحس وليت انا كي نقعد مع البنية هذه جارتي نتعشيو مع بعضنا، نبدا نسال فيها فلانة يا اخي قد تسمع في الحس هذايا برشا، تقول لي حتى انا راني ما يجينيش النوم من الحس تاع برشا عباد برشا. قلت لها باين ملا طاقم البنات لوطة معناها. ثم نهار صحنا انه احنا نركزوا مع الحس شوية، مشينا للدروج هكا نسمع حس البنات لوطة، حس بنات يحكيوا تاع واحدة دخلت خرجت يفدلكوا كذا، ظهر حس البنات. كي نرجعوا للبيوت نسمعوا حس اخر، نوعية حس اخر متاع برشا عباد، متاع رجال ونساء تحكي وقهوة تغلي هكا. قلت اسمع فلانة، راهو فما فرق ما بين الحس اللي نسمعوا فيه في الدروج هذايا تاع البنات اللي تحتنا والحس اللي نسمعوا فيه في البيت. قعدنا ماشيين جايين ما بين الدروج للبيت، الدروج البيت، ايفيكتيفمون فقنا اللي الحس ما هوش نفسه. ضحكنا وسكتنا، معناها احنا ما عندناش الشوا برشا كهو، يلزمنا نكملوا العام ونقراو كهو، كملنا تعشينا كل واحدة تشد بيتها تجبد تقري. احنا العادة كي نكملوا نتعشيو ثم عاملين كيما لافابو هكا في الكلوار هذاك اللي احنا نتعديو فيه لافابو صغير نغسلوا فيه احنا الماعون بعد ما نتعشيو. ثم ليلة كملنا تعشينا
وحطينا الماعون يعني نظمناه هكا نحطوه فوق بعضه غديك في اللافابو، ومن بعديك ديما نقسمه معناها واحدة تغسل الماعون والاخرى تنظف التواليت ولا خاطر وحدنا احنا فما حد كان انا والبنيه هذيا واش نعمل الاخرين كلهم مسكرين. اللي شد انتباهنا في الوقت هذاك انه احنا التواليت ننظفوها خاطر ما فماش شكون حتى الفام دو ميناج ما تطلعناش الجيل الفواي ما تطلعش للسانكيم ايتاج على خاطر ماشي في بالها يمكن في حتى حد ولا ما يسكن في حد دونك حدها حدلوته ما تطلعش دونك احنا ننظفوا وحدنا ديجا. اللي شد انتباهنا انه احنا ننظفوا التواليت وننظفوا الدوش وننظفوا كل شيء نمشوا نقراو ونروحوا كيف نروحوا نلقاوها مسخ عادية. الحكاية نجم تكونوا معناها البنات اللي يسكنوا لوطا يطلعوا يمسخوا ويهبطوا معناها في مرة في 2 في 3 نلقاوها مسخ. مرة قلنا يا باش ناخدوا كدنا ونسكروا بالكدنا هيك التواليت نسكروه بالكدنا نخرجوا باش نجيو نلقاو كيما خلينا نضيف نلقاوها نضيف. سكرنا بالكدنا وكيف روحنا جيت واحدة فينا دخلت التواليت نلقاوها نضيف ومن بعديك احنا تعشينا وباش نمشيو ننظفوا معناها واحدة باش تغسل الماعون واحدة باش تمشي تحك معناها باش تنظف الكلوار وباش تحك وباش تنظف الدنيا الأخرى الكل. قعدنا نقسموا بين بعض شكون باش تغسل الماعون وشكون باش تمشي تحك التواليت. في الوقت هذاك دخلت التواليت نلقاوها مسخ. استنى يا ربي كيفاش شنية الحكاية هذه؟ احنا هكاك نحكي نخزروا بعضنا ونضحكوا معناها شكون اللي دخلت كي هكا التواليت اسم الله العظيم بيسع مسختوا وما فقناش بيها وما سمعناش حس حتى شيء. احنا هكاك نخزروا لبعضنا والماعون اللي احنا ديجا حطيناه باش يتغسل على اللافابو نسمعوا فيه طف 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 تحت كسر كله. كيف سمعنا الماعون تحت كسر خزرت لها قلت فلانة يذولي حطينا الماعون على طرف اللافابو واللي عندنا الكل معناها الماعون الكل تحت كسر وقعدنا من غير ماعون. خرجنا من هيك التواليت والكل واحنا واقفين غادي كنفهموا معناها وباهتينش بمسخ تواليت معناها كان نظيف فهمتني. خرجنا باش نشوفوا الماعون اللي تكسر فخرجنا خزرنا ماعون في بلاصتو ماعون مش مكسر ماعون كيما حطيني. كذبنا ونسينا وقلنا يمكن مش عنا احنا تكسير الماعون ويمكن في بلاصة أخرى يمكن لوطا أما هو راو الماعون اسمعني بجنبنا معناه أدميت خسمعنا الماعون يتكسر. اللي قاعد يصير هذا الكل انا نحكي امي كتكلمني تقول لي لا تهلوس وفيش تحكي واقرا على روحك وما الحكايه طالعه بها وسني يلزمك تنجح وما تحكي لي حتى شيء وانت تهلوس وانت وصاحبتك هيك تركبوا فيها لرواحكم وكا البنات زيد ساكنين الغادي وش بيكم بشويه والحكايه نتاعك الحس اللي نسمعوا فيه ديجا يغلي في البيت مشي ويزيد العبد ولا ما عادش ينجم يقرا ما عادش ينجم يعرف. البنية اللي بجنبي بديت تخاف تقول لي فلانة اسمعني أنا راني يظهرلي مانيش نكمل في الفوايي راني باش نمشي لدار خالتي باش نمشي لدار عمتي مانيش نبقى هوني. قلت لها أنتي حرة معناها تحب تمشي أنا ما نشدكش وأنا راني جي با لو شوا راني يلزمني نبقى لهنا ما نجمش نمشي ونجي نروح كل نهار على دارنا يلزمني نتحط معناها دون لو كادر نتاع ريفيزيون مع عباد تقرا معايا نعاود نجبد سيريات ونعاود نقرا والريفز وكذا سينو نمشي نروح لدارنا مانيش نعدي الكونكور حتى كان عديته راني مانيش باش ننجح. دونك البنية بدات بشوية نهار موجودة في الجامعة نهار ليه وأنا وحدي ونسمع في الحس وليت نحط في قرآن ونقرأ على روحي وكهو نقول نسيت معناتها جو دوا فيغ افيك وكهو ما عنديش حل آخر. فما بون صار هذايا الكل والبناية في الآخر وليت كما قلت لكم تجي مرة و10 هلال. فما مرة
انا قاعده الريفس والحس ما عادش حس متاع عبيد في قهوه تغلي والكل، لا لا، حس متاع تسكير وحليم بيبان فوق مني. الور احنا اخر ايتاج، اخر ايتاج والنسمع فيه فوق مني ولا حس طالوني طق 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 متاع طالون متاع واحده تحل في الباب تك تسكر. نمشي للدروج انا نقول بكشي من البنات لوطه نسمع الحس متاع البنات لوطه ما فماش ما حتى شيء. اما الحس اللي فوقي هذاك وحده والحس متاع البنات ما هوش نفسه. وبرشا حس يغلي 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 يغلي. يا اخي انا قلت بالك شي انا زاد بيا الشيخة اني بقيت وحدي غاديكا، خليني نمشي نشوف واحدة من البنات اللي لوطة ونقولها تجيش واحدة فيهم تونسني. مشيت هبط لوطة كومبارازار نلقى واحدة من البنات هبط معناها البيت من البيوت الموجودين في الإيتاج اللي تحتي. عسلامة البنات، قلت لهم انا راني نسكن في الإيتاج الفوق. تفجعوا الساعة هما كيف انا هبطت لهم قلت نسكن، قالوا لي يا اخي فما شكون يسكن فوق؟ قلت لهم انا وواحدة اخرى، اما توا الطفلة الاخرى مش موجودة. دونك قعدت وحدي وحسيت روحي كي اللي خفت. انا ما حبيتش نحكي لهم شنو نسمعوا وكذا وفتكم بالحديث حكيت الوسخ متاع التواليت. فما مرة قالت لي الطفلة اللي معايا خلينا نشدوا العصا على حكاية الوسخ متاع التواليت هذايا، هي تدخل واحنا نشدوها الطفلة واحنا نمشيو نتجرأ. مرة هيك احنا قاعدين نتعشيو ونسمعوا طف تحس معناتها باب التواليت تسكر. كي باب التواليت تسكر وقلت لها اجري اجري باش يخلط عليها. هي خرجت قدامي الطفلة هذه جارتي وأنا وراها اللي دخلت للتواليت. بسم الله الرحمن الرحيم نشوفوا كين تتنطر قدامنا هكا ترتش متاع شعر متاعها، هكا ترتش شعر متاع عبد يجري وكهو. احنا معناها الكولوار اوكي معناها طويل شوية أمام، مش لدرجة إنسان يهبط يجري يبصع بالطريقة هيك ونمشي ونجراو احنا للدروج باش نشوفوها شكون. نلقاو حد في الدروج ساعة على سمعنا حس متاع عبد يجري في الدروج، فماش حس متاع عبد يجري في الدروج ولا خلطنا عليها يعني حتى كان إنسان يطير رانا شفناه ولا سمعنا حس ولا شفنا معناها عبد شكون اللي هابط يجري. شو حتى كيف احنا مشينا نجرب. نرجع لكم لاني انا وصلنا لانه الطفله ولات تخاف من اللي صارت الحكايه ديك، ولات ما عادش موجوده، واللي انا الحس باقي يمشي ويزيد ولا طالون نسمع فيه وحسوا برشا حس. قلت خليني نهبط الواحده من بنات لوطه وتجي معايا. صار هيك مشيت هبط باش نشوف واحده من البنات. قلت لهم بردي راني حسيت روحي خفت وحدي والكل، فمشي شكون فيكم تطلع معايا. هو ما تفيجئوا الساعة انه فما شكون يسكن في السانكيام ايتاج والكل. قالوا لي اوكي ليه. واحدة فيهم كانت تقرا معايا معناها سي كومبارازار، قرينا بعضنا في الليسي والكل. هذيك هي اللي طلعت معايا قالت لي اوكي فلانة تو نطلع معاك. طلعت معايا قلت لها راني هيك كيلي نسمع في برشا حس في البيت، وانا ما حكيت ليش اللي صار هذاك الكل وحس التكسير المعون واللي تدخل للتواليت وتمسخوا وما خلطناش عليها برشا حكايات اخرى ما حكيتهم ليش. قلت لها جيست نسمع في حس اجا ثبت معايا تسمع في نفس الحس ولا. جيت معايا الطفله دخلت للبيت، هي قعدت على طرف الفرش كي دخلنا للبيت والله العظيم سيلانس ابسولو بتاع ما تسمع حتى شيء، هدوء تام. الحس اللي نحكي لكم عليه نسمعوا فيه انا والبنيه كانت جارتي ورزمو كنت تسمع فيه معايا جارتي ما كنتش نسمع فيه انا وحدي. الحس هذاك الكل كي عيطت للبنية الأخرى قلت لها إجا ثبت معايا تسمع في نفس الحس ولا نحى كومبليتمون. قلتش عليه كنت نكذب. طفلة قعدت شوية متاع الدريجين هكاك من بعد قالت لي اسمعني دار فيك انت خفت ترى وحدك والكل وليت تستخايل تحبشي تهبط تجي تقرا بحذينا احنا راهو معناها باش نرقدوا انا وبنوماتي جيب دبشك واجا اقرا بحذينا سون بروبليم راهو. قلت لها اوكي. مشيت هزيت دبشي كل متاع القرايه وهبطت معاها معناها سورتو بعد ما صارت انه الحكايه انه هي كي طلعت الحس ما عادش موجود.
هبطت قريت غاديكا في البيت متاع البنات الاخرين في ليطاج اللي تحتي. البنات رقدوا، حسيت روحي ثقيلة عليهم، قلت مشعلت لهم الضوء والكل ما يحبوا يرقدوا والكل ما استثقلت روحي، قلت نمشي نرجع لبيتي. أنا رجعت للبيت والحس رجع كالعادة بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. وين تحكي مع القطم تعملوش يعرس الليلة؟ أنا باش نقرأ مشيت حطيت سورة البقرة وقعدت على بيروي وقعدت نقرأ. أنا قاعدة نقرأ على البيرو ونهارتها مشيت تقضيت قاضية من العطار وفضلت لي ذولي 700 فرنك 750 حطيتهم على الطاولة. أنا هكاك قاعدة نقرأ على الكرسي متاع البيرو ومقابلني الشباك ورايا ما فما حتى شيء، الدنيا فارغة ورايا معناها فمش حتى حاجة ورايا تنجم تقول طاحت منها تيح منها حاجة، فما حد شيء ورايا. كان معناها 2 متر فارغين فيهم بابي والباب. أنا هكاك عاتية بالقفاء على الباب وعلى البيرو نقرأ، و100 فرنك طف على راسي، تهبط على راسي من تالي وتطيح من الهواء هكاك. جيت نشوف بسم الله الرحمن الرحيم نلقى 100 فرنك هي ديجا تهزت من 700 اللي قدامي على الطاولة، تهزت من غادي بسم الله الرحمن الرحيم وتضربت بيها على راسي. وليت انا وقتها نتكومك ونضحك معناه، قلت معناها انتم في الاخر تضربوني ب100 فرنك مش حتى بقطعة ذهب حاجة معناها من عندكم وزيد من فلوسي. تضربوني ب100 تضربوا والله العظيم كما هكا صار بالضبط. نحكيكم في الحكاية كما هي على خاطرني انا وقتها حتى اوبجيكتيف متاع نقرا باش ننجح السنة وكها. كملت نسمع في القرآن، قلت مادام بحذية القرآن ومعايا ربي وقاعدة ما عنده ما يصير لي معني ما عملوا لي شيء قبل ما مش يعملوا لي تا. تعديت الليلة هذيك عديتها نسمع في القرآن ليلة كاملة ونحكي فيها لأمي من غدوة. أمي لا بنتي تستخاي بالك شي طاح عليك من سائب يا أمي رايا فما حتى شيء مش لا باب لا معلقة ساك لا حتى شيء هيك من الهوام طاحت وامتزت من قدامي سيدي. حسيلو وصلنا الوقت إنه باش نعديو الكونكور وأمي قالت لي بيتا نجيب حديك للفويي مادامك وحدك تا نجيب حديك نونسك. جيت أمي بحذايا الفويي أنا موسيتها قلت لها ما أنا راني دخلتك بالسرقة. كان سمعت أي حس متاع عبيد ما نعرفش أنا جمعت لي دار يجيوش يتفقدوا زعما بارازار ما نعرفش أنا ما يطلعش العسيس ولا حاجة يعمل لي مشكل يقول لي علاش مدخلة أمك وعلاش جايبتها والكل ممنوع. قلت لها كان سمعت أي كان جاي ما تحلوش الباب، تسكر الباب على روحك وقعد في البيت وأنا نخرج الصباح نمشي نعدي الإكزامان على روحي يعني نعدي الصباح ونروح معناه. قالت لي أوكي. تحكي لي أمي نهار من نهارات كملت الإكزامان وروحت قالت لي يا بناتي أنت كيفاش قعدت عايشة لهوني 2.5 ولا 3 شهور وأنت الشيء اللي تحكي لي فيه صحيح. الحكاية متاع الماعون اللي تكسر تعاودت لأمي بالضبط. قالت لي نسمع في الماعون بعد ما غسلته حطيته غاديك باش يتشلل، قالت لي حطيته باش ينشف بلوتو يتسقط. قالت لي أنا حطيت الماعون نسمع فيه تكسر مقعد شيء. قالت لي أنا خرجت البرا نقل الماعون كيما هو. نهار آخر صارت لها حكاية أخرى. أنا ماني موسيتها قلت ما تحلش الباب لحتى حد وكان سمعت حس سكر الباب. قالت لي يا بنتي أنا في البيت الداخل ونسمع كي اللي في عباد جايين. قالت لي قلت هنسكر الباب كما قالت لي بنتي. قالت لي أنا هكا ما سكرتوش كومبليتمون مي ردته هكا رجعته الباب وكها. تحكي لي قالت لي والله العظيم تشوف
في ظل من تحت الباب، كي تعدى عبد تشوف الظل متاعو. قلت لي 3 من الناس تعدي و3 ترى فيهم. أمي قالت لي متكية على الفرش ونخزر، قالت لي 1 الأول تعدى، الثاني، الثالث، ومشيو تعدي. وين تعدي؟ احنا اخر الكلوار مسكر، فما تواليت اخر الكلوار مسكر، هذيك ما نستعملوهاش، وفما اللي على اليسار زاد تواليت كيف هذيك اللي نستعملو فيه. قالت لي وصلوا لاخر الكلوار، قلت بالك شي يتفقدوا تبعين لي دارة. قالت لي بنيتي تعدى درجة 2 4 ساعة ما فماش حس وما فماش حديث، فما حد شيء. قالت لي شكيت، قلت بالك شي فما دروج اخر يهبط من هاي الكلوار هذيا، ولا بالك شي هالتواليت هذيا يحل، ما نعرفش على شنو. قالت لي من بعد قلت والله ما نخرج، والله ما نمشي لهم، حتى لو كان تبعيني دارة محسوب تقول لهم جيت مع بنتي تعدي في لي زيكزامان، مش متزللها نايرين، هاي مروحة معايا. قالت لي حليت الباب ومشيت نلوج على العباد اللي تعدي وينهم. قالت لي ما فما شيء، فما حتى عبد. ومشيت تثبت امي في اخر الكلوار، فما حد شيء، اخر الكلوار مسكر، معني فما تواليت والسلام عليكم، فما حتى شيء، فما حتى عبد ينجم يوصل الغادي وما يرجعش باش يروح. امي من وقتها وانا امي حسيتها ماني من نهارين الاولانيين بدات تقلق. قلت لها برمشي راح على روحك، خليني تنكملها الجمعه معناها وحدي وكها. قالت لي الف واعوذ بالله، كان انا مازلت نخليك في الفاييه هذايا وحدك بالشيء اللي ريته هذايا، مستحيل مازلت نخليك وحدك. كلمتني في الايامات الاخرى هذوما نتاع لي زيكزامان واحده من صاحباتي، قالت لي ميسالش نجي نطلع عليك ونجي بحدك. قلت انا نعدي في لي زيكزامان وماذا بيا ما تجينيش وما تقلقنيش، اما كان تحب اجا ونس امي راي بحذايا، وبدات قلقه والكل اجا قعد بحذاها وونسها. جيت بحذايا صاحبتي، مشيت حكيت مع العساس، قلت له اسمعني راي جيت انا نعدي في لي زيكزامان وراي بحذايا امي وصاحبتي، دونك كانت تعمل مزيه، البيوت هكا فارغين بجنبي، نجمش تحللهم بيت، خلي يقعدوا فيها وانا نقعد في بيتي نقرا على روحي باش ما يعملوش عليا حس. نلحق العساس قال لي باهي وميسالش والكل، مشي حللهم بيت ومشيو قعدوا في البيت هذيك اللي بجنبي، وقعدت انا نقرا. وصيتهم قلت لهم ما تقلقونيش، خليوني كونسونطري، ما غير ما تجيو تقلقوني. قالوا لي باهي برا نمشي اقرا على روحي. دخلت البيت سكت على روحي وقعدت نقرا. انا نقرا هكاكا وواحد بقوه طف حل الباب على كبره، تحل الباب مش نورمال، يعني بتاع واحد بقوه على الاخر حل الباب ومشي، معني بتاع انسان حل الباب ومشي، بتاع واحد داك يفجع فيك ولا. انا تلفت مش في بالي صاحبتي بالعاني تعمل فيها الحكايه، ما فما حد وراي. هزيت روحي قمت من البيرو ومشيت لهم للبيت اللي بجنبي. خزرت لها قلت فلانة انت جيت يا اخي توا تتبرد، وانا قلت لك نقرا ما تقلقنيش، جاي تعمل هكاكا. قلت لي بنتي شو عملت؟ قلت لها مش انت توا حليت الباب بقوه ومشيت؟ قالت لي والله انا خرجت هاني بحسب امك. خزرت لامي قلت لها ما بالحق؟ قالت لي والله الطفله لا تحركت من جنبي يا اخي، فاش تحكي؟ قلت لها راهو الباب تحل هكا وهكا. أغلى ليلتها من بعدك الحلة هكاكا متاع الباب، وحسيت روحي تفجعت معناها، خاطر كانت الحكايات اللي تصير هكا مغطية كاموفلي شوية، تاع حس هكا بعيد بتاع معون ما ريتوش، أما هذا باب ورايا تحل. بديت وكمل أمي كونفيرميت لي، قالت لي راهو الفويه هذايا ماهوش عادي. مشيت هزيت دبشي وقعدت ليلتها بحذاهم بحذا أمي وصاحبتي حتى لين كملت قريت، وبعديك رقدنا الكل مع بعضنا في نفس البيت هذيك. ومن بعد كي جيت خارجة من الفويه هذيك ولم في دبشي ومروحة والكل، قال لنا معناها العساس الكل إنه بالحق الفويه هذيك بسم الله الرحمن الرحيم مسكون،
وفيه مقتولة روح، هي الحكاية نسمعوها في الفوايي الكل دي. أما سيكل باري معناها ساعات تسمع في دي فوايي أخرين متاع هكاك حكاية يحكيوها الطلبة بينات بعضهم باش يخوفوا بعضهم ولا باش يضحكوا. أما هذايا الفوايي يظهر لي طايحة فيه روح ولا ميت فيه شكون وقعد مسكر لمدة سنوات على الحكاية هذيا، ومن بعديك كيف حلوه. وإلا تنجم تكون إنه هو تسكن بسم الله العظيم على خاطر قعد مسكر برشا، ويمكن كان هو على ملك خاص ومن بعديك ولا على ملك الدولة، والبلاصة والظروف كلها ما تنجم تخلق كان مبيت جامعي بالطريقة ديك معناها. والحمد لله أنا عديت الكونكور ونجحت، ونحكي لكم في حكايتي أنا توا الحمد لله مهندسة ونخدم والكل. دونك ثم تضحيات في الحياة مما فيهم الحكايات التخوف هذه تدخل لنا راي في تفاصيل حياتنا. أما العبد يلزم ساعات يقوي قلبه ويقول أنا عندي شوا ولا ما عنديش شوا. كما قعدت نعاود لكم فيها راه ساعات الانسان يبدا ما عندوش شوا غير انه يكبش في الحلم نتاعو، واللي يصير هذا الكل حكايات تخوف زلزال الدنيا تكل بعضها. كي تحب على حاجه راهو تصدلها الحمد لله يا ربي. وتعديت الحكايه واي نحكي فيها عندها 11 سنه ونتفكرها ما تخوفنيش عم تضحكني الحمد لله يا ربي. إن شاء الله اللي تسمعوا حكايتي الكل ما تخافوش وعادي معناها تسمع قرآن وتذكر ربي والكل راهي ما تنجمش تكون خايف. والسلام عليكم.